بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. شهر رمضان كما قلنا سابقا أنه الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر لتوازن الإنسان، لكي يعيد الإنسان حساباته. أكو بعض الأشياء اللي تفسد هذه الحسابات أو تجعل من شهر رمضان شهر بدون روحانية وبدون روحية. شنو هذه الأشياء؟ اللي هي واحدة من هذه الأشياء اللي هي المسلسلات الرمضانية. نطرح سؤال إنه ليش هذه المسلسلات إلا في شهر رمضان؟ ليش؟ هذه المسلسلات اللي هي عبارة عن قذارة، عبارة عن دمار للأسر، عبارة عن انحلال أخلاقي، عبارة عن انحطاط فكري. هذه المسلسلات اللي تدمر العوائل الشريفة والكريمة والمباركة من خلال بعض المشاهدات، اللي تدمر شبابنا نتيجة أنه بعض الأشياء المنحرفة اللي موجودة في هذه المسلسلات. فينبغي للإنسان المؤمن أن يحذر من هذه المسلسلات ويتجنب هذه الأشياء، كما لا يليق بالفرد وهو في ضيافة الباري عز وجل أن يشاهد هذه المسلسلات اللي تضيع وقت الإنسان وتدمر فكر الإنسان. عليه أن يتجه بالاتجاه الصحيح اللي هي قراءة الأدعية، وإحنا ذكرنا أنه هذا شهر الله، شهر رمضان، شهر الرحمة الإلهية. لا بد أن للإنسان أن يستثمر استثمار دقيق، وأن يحرص على أوقات هذا الشهر الفضيل. هو شهر واحد، علينا أن نستثمره أو نترك هذه الأشياء، ونعاهد الباري عز وجل أننا لا نشاهد هذه المسلسلات في شهر رمضان المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.